علشان الأهلي عنده مباراة مهمة بمثابة بطولة وأمام فريق مش سهل هو فريق الوداد، فأنا قررت أشوف آخر مباريات لفريق الوداد وإيه الأهداف اللي بيجيبوها وطريقة اللعب وإيه نقاط القوة ونقاط الضعف. تحليل فريق الوداد: الفريق لا زال يمتلك غالبية عناصر الفريق اللي فاز على الأهلي في نهائي العام الماضي، باستثناء بعض اللاعبين اللي هذكرهم في الفيديو. أولا، الفريق ما كانش عنده استقرار في المدربين في الموسم الحالي، فسيفن هو المدرب الثالث ليهم، مدرب متوسط لا يملك اسم كبير ولا بطولات كبيرة، لكن عنده خبرة أفريقية سواء في تدريب الأندية أو المنتخبات. الفريق بيعتمد على اللعب المباشر، لعب الطوليات والعرضيات باستمرار بدون بناء من الخلف. الفريق بيلعب بأحد الخطتين، سواء 4-3-3 ودي الأساسية، وأوقات خارج الديار بيلعب ب4-2-3-1، وفي خطة تالتة وأنا هقولها لكم. إنما فريق طريقة 4-2-3-1 أنا شايفه الأفضل والأصلح. هنبدأ بحراسة المرمى: يوسف مطيع حارس جيد ويمتلك ردة فعل ممتازة، وليه فضل كبير في صعود الفريق للنهائي، وأفضل من المصاب الأساسي التكناوتي. ظهير أيمن: أيوب العملوس، ظهير جيد هجوميا ولكن ضعيف دفاعيا. ظهير أيسر: الخبرة والجيد في الكرة الثابتة، الدولي وماكينة العرضيات، يحيى عطية الله، بس بيسيب فراغات وراه. في قلب الدفاع هيلعب بواحد من الثلاثة، سواء الجوكر أرسن زولا اللي بيجيد اللعب في أكتر من مكان لكن تم تثبيته مؤخرا كقلب دفاع، مدافع قوي شرس بس مندفع ومتهور ومميز في ضربات الرأس أثناء الكرات الثابتة، وعلى شاكلته في التميز في ضربات الرأس والقوة والشراسة أمين فرحاني. الاتنين لو لعبوا بجانب بعض عندهم مشاكل على الأرض وأوقات كتير في التمركز، خصوصا في الكرات الثابتة اللي عليهم. ومعاهم العقل الذكي جدا في تدخلاته والمختلف عن طريقة لعبهم أمين أبو الفتح. وفي وسط الملعب كاليبرو أمام المدافعين يحيى جبران، لاعب مميز في الكرات الثابتة ويجيد التصويب لكن تقيل الحركة، ولو ضغط عليه سهل يفقد الكرة ويتشكل عليهم خطورة، ودي مهمة أليو ديانج. بيلعب أمامه سواء في الخط كديفندر مجنح في خطة 4-3 أو كديفندر مساعد في حالة اللعب بطريقة 4-2-3-1. رضا الجعدي لاعب يمتاز بالتصويبات الجيدة وبيعرف يغير اتجاهاته بسهولة، وبيلعب معاه في خطة 3 في الوسط كديفندر مجنح خفيف الحركة وصاحب الكنترول الجيد. عبد الله حمود. ويوجد أيضا أوقات في وسط الملعب الغشيم المتهور جلال الداوودي. وفي الأمام عند اللعب بصانع ألعاب يلعب أيمن الحسوني، معلم الفرقة وصاحب الخبرات، وده أفضل مركز ليه، هو والديفندر المجنح عكس ما بيلعب جناح صريح بيفقد نص قوته. وبيلعب على الأجنحة محمد ونجم، لاعب كلنا عارفينه بس بيبقى مختلف إلى حد ما مع الوداد، بتحس إنه بيبقى واخد حريته وبيطلع اللي عنده. بيلعب واحد من الاتنين معاه زهير المترجي، وطبعا جمهور الأهلي يعرفه كويس، لاعب خطير. بوهيرا لاعب شبيه جدا سواء في ستايل الجسم أو اللعب بأحمد عبد القادر، بس يمتاز عنه بأنه بيجيد تلبيس المدافعين اللي بيلعبوا عليه ضربة جزاء. وفي كمان الجناح الجيد خفيف الحركة اللي بمؤيد اللافي. وفي خط الهجوم القوي الهجام المميز في اللعب وألعاب الرأس وصاحب التسديدات القوية سامبو، بس ضعيف مهاريا مقارنة بمهاجم الفريق العام الماضي ما بينزا والمتألق حاليا مع الطائي السعودي. واحتياطي ليه حميد أحداد، لاعب عادي جدا والأهلي محظوظ أمامه. على الورق الأهلي أقرب وأعتقد إنه يخلص المباراة بإذن الله من هنا، إنما نقط القوة الفريق الوداد وهي ركنيات، واللي بيلعب بيها المدرب هي حركة القطار. بيوقف 3 لاعبين وآخر واحد فيهم بيكون أرسن زولا المدافع الكونغولي. أول واحد يقطع على القريبة، وتاني واحد في العمق، والتالت آخر واحد فيهم هو أرسن زولا. بيعمل حركة تمويه بجسمه ويتحرك لقدام عشان المدافعين تتحرك معاه، بعد كده يرجع لورا وتتلعب على النقطة بين ضربة الجزاء والستة ياردة. وهو مميز بضربات الرأس هو وأمين فرحان المدافع الآخر. بيوقف واحد داخل ال6 ياردة عشان يشغل الدفاع والحارس عن حدود النقطة اللي متفقين انهم يلعبوا عليها، اللي بين علامة ضرب الجزاء وخط ال6 ياردة. ياريت نحاول نقلل من الضربات الركنية والثابتة حوالين منطقة الجزاء اللي ليهم، لأن ده بتمثل 90% من قوة الوداد الهجومية. يعتبر نادي الوداد بيلعب بخطة تالتة اللي أنا قلت عليها، وهي 4-4-1-1. وفي كثير من نقاط القوة اللعب الجماعي في شكل تنظيمي بدون خروج عن النص. وأخطر خطوط الوداد
تكون في الهجوم الذي يتميز بالمهارات العالية في قوة التسديدات من خارج منطقة الجزاء مع استغلال جيد جدا، ويكاد يكون ممتاز للكرات العرضية. يعتمد الوداد أيضا على سرعة الأطراف عن طريق الجناحين والعرضيات المستمرة طوال المباراة والتسديدات في كل الاتجاهات مع العودة السريعة في حالة الهجوم العكسي. سلاح التسديدات في الكرات الثابتة، ومعظم أهداف الفريق من الكرات الثابتة خارج ال18. خط وسط الفريق للوداد، أعتقد أن خط وسط الأهلي أفضل بكتير من كل النواحي، وأعتقد أن الأهلي هيكون له الأغلبية في منطقة المناورات. خط دفاع الفريق الوداد لديهم القوة، يتسمون أيضا بالطول، ولديهم مميزات في إبعاد الكرات أثناء الضربات الركنية والعرضيات. بس في عيوب في خط الدفاع، وأعتقد أنه هتكون من أهم نقاط الضعف في الفريق، وهو الكرات الأرضية، ولديهم أخطاء في التمركز وأخطاء كارثية. كما أنهم بيعانوا من بعض نقاط الضعف، وهي عدم قدرة الفريق على بناء اللعب عند التعرض للضغط العالي من المنافس. في مساحات كبيرة بين الظهرين يمكن استغلالها بالسرعات الموجودة في خط الهجوم عن طريق حسين الشحات ومحمود كهربا وبرسيتاو. ويجب على كولر أن يكون محضر 3 خطط في المباراة، 1 و2 و3، وهي نقل الفريق من الدفاع للهجوم، وازاي يعرف يضغط على فريق الوداد وما يرتكبش اي اخطاء حوالين منطقة الجزاء. وان شاء الله نحاول نكسب البطولة من هنا من القاهرة عشان نطمن ونريح نفسنا في المغرب وسط جمهور حفيل. يا ترى شايفين ايه افضل تشكيلة للنادي الاهلي امام فريق قوي زي فريق الوداد؟ ونتقابل ان شاء الله بعد مباراة الذهاب ونشوف ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل في مباراة الاياب.